بزاف ديال التساؤلات في راسي. لحد الان كنسول راسي وكنقول شنو اللي كان خلى الوالد، وشكون داك اللي دخل فينا. باين داك اللي دخل فينا كان تابعنا، باين من الهضره ديال الوالده فاش قالت ها هما وصلوا علينا. السؤال هو من شكون كان هارب الوالد، وشنو دار الوالد باش يهرب؟ باقي ما لقيت حتى شي تفسير لهاد الاسئله كامله. بدا التليفون ديالي كيصوني، جبت كنشوف بنت ليا ايمان هي اللي كتصوني ليا. قالت لي من هنا ل20 دقيقه غادي نكونوا في القهوه اللي كنتلاقاو فيها ديما. قلت لها صافي، نسيت ما عرفتكمش عليها، ولكن خلوني نرجع بكم شويه اللور. ماما فوزيه الله يرحمها كانت ديما كتحرص على انني نمشي للمدرسه، كانت كديني وكتجيبني حتى وصلت للثانويه ووليت كنمشي بوحدي. هاد الفتره بالضبط ما كتعاودش، تما الانسان كيبني الشخصيه ديالو وكتراو ليه بزاف ديال المواقف وكيتعرف على بزاف ديال الناس. من الحسن الظن ديالي تلاقيت بزاف ديال الدراري باغيين يقراو، قرينا مجموعين السانكيام والسيزيام والباك، بريبارينا مزيان وجبنا الباك ديالنا. مع النجاح ديال الباك ماتت ماما فوزيه، كان في عمري ديك الساعه 21 عام، حيتاش من بعد الموت ديال العائله ديالي ما دخلتش المدرسه. دوزت تقريبا عامين ديال الصدمه. مهم من بعد الموت ديال ماما فوزيه ومن بعد الدفين ديالها ما كان عندها حتى شي واحد من العائله ديالها، حتى انا ما كان عندي حتى شي واحد. جاو عندي الدراري صحابي وساوني النهار الاول، النهار الثاني حسيت براسي بوحدي باقي عاقل على الاحداث كامله. درت الصاك في ظهري ومشيت للبحر، جلست في الحجر وكان ديك الساعه 7 ديال العشيه، كان الغروب، البحر كان هادئ وكيضرب واحد البرد زوين بزاف. بديت كنفكر في الماضي ديالي والناس اللي كانوا عزاز عليا كلهم مشاو. بقيت كنفكر في الجمله اللي قالت لي ماما فوزيه الله يرحمها، باللي الله ملي كياخذ منك شي حاجه الا انه كيعوضها لك بشي حاجه اللي هي احسن، اولا شي حاجه اللي كتغطي على داكشي اللي مشى ليك. الدمعه طاحت ليا من عيني. ديك اللحظه وانا هكاك حسيت بشي واحد جلس من ورايا. كندور نشوف، ملي شفتها بقيت ساهي، مشاو ليا الهموم في اللحظه. شنو غادي نقول لكم الخوات، بنت آية من الجمال، بقيت ساهي فيها. نطقت وقالت لي انت راجل زعما ما خاصكش تبكي. قلت لها انا ما كنبكيش قدام الناس، ما كنشكيش عليهم الهموم ديالي، كنبكي بيني وبين راسي. وكنت عارفه داكشي اللي مدوز كاع ما تقوليش هاد الهضره هادي. قالت لي ما تقلقش، كلنا في الهوا سوا. قلت لها يعني حتى انت جاي تخوي الهموم ديالك على هاد البحر هذا؟ قالت لي تقريبا. المهم نضنا من تما ومشينا لواحد القهوه كانت زوينه بزاف وكتطلع على البحر. دينا داوينا وكنتعرفوا بيناتنا. يمكن هذا هو الشخص اللي كانت كدوي عليه ماما فوزيه، الشخص اللي كيعوضك على الحوايج الزوينين اللي كيمشيو لك في حياتك. ايمان كان عندها 23 عام. المظهر ديالها ما كانش كيعبر على الشخصيه ديالها. المظهر ديالها كتبان شي بنت ليها متكبره، حوايج غاليين والتليفون غالي وريحه بلا ما ندوي عليها. ولكن فاش كدوي معاها كتكتشف الشخصيه اللي متواضعه بزاف. كان ديك الساعه الصيف، وملي سال الصيف كانت ديما كتسولني شنو غادي ندير، ولكن انا ما كنجاوبهاش، ولا كنقول ليها غادي نقلب على شي خدمه وغادي ندير لافاك في نفس الوقت. ما كانش هاد الهضره كتدخل ليها للدماغ ديالها، حيت ما كنتش معود ليها على حتى شي حاجه اللي طاري لي في حياتي. حتى لواحد النهار بزات عليا انني نعاود ليها حياتي. مشينا لواحد القهوه وعاودت ليها كلشي. قلت ليها بلي ماما فوزيه هي اللي كانت كتصرف عليا، ودابا باقي لي شي فلوس اللي خلاتهم ليا هما اللي مدباني بهم حد الان. والدار اللي عايش فيها كانت مكتوبه بسميتها، وملي ماتت قلبت الوراق ولقيتها رجعتها ليا في سميتي، وباللي ضروري خاصني نخدم باش نصرف على راسي. ايمان تاثرت بزاف بالقصه ديالي وبغات تعاونني، ولكن انا رفضت حيت الكرامه ديالي منعاتني. ولكن ملي فكرت مزيان قلت علاش ما نغتنمش الفرصه، علاش ما نخليش بنادم يعاونني. قلت ليها واخا، وباش غادي تعاونيني؟ قلت لي ماشي بزاف، غادي نخلص عليك المدرسه اللي غادي نقرا فيها وندبر لك على خدمه، وبهذا الشيء نبقاو مجموعين. شفت فيها وقلت لها وعلاش بغيتي نبقاو مجموعين؟ حسيت براسي حرجتها بهذا السؤال ودغيا قلبت الموضوع. من بعد 2 السيمانات تلاقينا ومشينا انا وياها تقيدنا في واحد المدرسه بريفي. المده اللي غادي نقراو فيها هي 3 سنين، خلصتها كامله. خدينا الوراق ومشينا جلسنا في واحد القهوه.
العشية كاملة وختنا كنحس بها فرحانة، حتى أنا صراحة، حيت على الأقل ضمنت شي حاجة واللي هي أنني نقرا، والخدمة والفلوس غادي نشوفهم بلانهم من بعد. ملي سالينا وتمينا خارجين بغات تخشي ليا بجيبي واحد الشيك وانا كنبيع يديها. بقينا مدابزين هكاك ورولناها في ديك القهوة. في الاخر درت اللي في راسها ودرتو لي في جيبي. تفارقنا ورجعت للدار، حليت داك الشيك ولقيت فيه 2 مليون. الفلوس مهمين في هاد الحياة بزاف، وكيديروا لك الطريق لأي حاجة كاينة في هاد الحياة. هي هاديك بقيت كنقرا وبالي مرتاح من جهة الفلوس. بلا ما ايمان دبرت لي في شي خدمة كيف ما قالت. كيقول لك الزهر ملي كيجي كيكب عليك في مرة واحدة، وهادشي اللي كيطرى ليا دابا. من بعد 3 شهور بداو الامتحانات. كنت كنمشي انا وياها ديما نبريباريو في واحد القهوة. واحد النهار ايمان طيحت عليا واحد الفكرة ديال اننا نمشيو نبريباريو في دارهم. قالت لي من تما تعرف على الوالدين دياولي وتخدم معاهم وتدبر على مصاريف، حيت اصلا هاد القهوة طلعت ليا في راسي وفيها الصداع بزاف. كانت هاد الخطوة هي اول خطوة اللي غادي تقربني من الحقيقة المطلقة اللي اعوام وانا كنقلب عليها. وهاد الخطوة هادي غادي تجاوبني على بزاف ديال الاسئلة اللي مازال لحد الان ما لقيت لهم حتى شي جواب. قبل الامتحانات عطونا سيمانه نبريباريو فيها. داك السبت والحد اللي قبل العطلة كنت جالس غير في الدار وما تلاقيتش كاع مع ايمان. صراحة كنت مستريسي، كيفاش غادي نقابل العائلة ديالها، كيفاش غادي نجلس معهم في الدار ونبريباري مع بنتهم. ما غاديش نبات ولكن غادي نجلس تما معظم الوقت. ويلي واش هاد الناس الاغنياء متفتحين حتى لهاد الدرجة هادي غادي يخلوني نبريباري مع بنتهم وفي دارهم من الفوق. مشيت تقديت واحد الحوايج ودبرت في واحد الريحة مزيانة. وجا نهار الاثنين صيفطت لي لوكاليزاسيون ديال الفيلا ديالهم. كانت فيلا في النواحي ديال بوسكورة. طلبت غير واحد الدري صاحبي اللي وصلني تما بموطور. مع 10 قد ديال الصباح كنت واقف حدا الباب. بقيت كنشوف داك الحي اللي كان عامر بالفيلات، وكنشوف انا فين عايش وهما فين عايشين، شي عطاتو وشي زواتو. جبت الريحة ورشيت عليا ومشيت دقيت في الباب. مع دقيت حليه العساس قال لي واش ادم؟ قلت لي قال لي ادخل مرحبا بك. دخلني وداني لواحد الطابله كاينه في الجرده. مشى هو رجع لبلاصتو. شويه جات لعندي الخدامه وجايبه لي الفطور، ابتسمت لي ومشات. بديت كنقصي شويه طلعت لي نوتيفيكاسيون في التليفون. قلبتها كنشوف كنلقى ايمان مصيفط لي ميساج مكتوب فيه 5 دقائق نكون عندك. ملي دخلت ما بانت لي حتى شي للطوموبيل من غير ديالها فيها سانسون. شفتها تعطلات عليا. خرجت نضرب السركيله في دوك الفيلات اللي كاينين تما. عجبتني الدنيا صراحه، جو نقي ومهدن. كنت ديك الساعه واقف حدا الباب ديال الفيلا وكنشوف، والعساس بقى لداخل. تم دايز واحد الراجل بقى كيشوف فيا. سديت الباب وبقيت كنشوف فيه حتى انا. قلت ليه السلام. قال لي بغيتي السلام؟ هي تبعد من هاد البنت وهاد العائله راه ما كيصلحوش ليك. نصيحه لوجه الله ما ديتهاش فيه، حيت اصلا كيبان بحال دوك المتشردين ديال الزنقه. رجعت دخلت للدار، جات لعندي رانيا ووقفات حدايا. المهم تمينا داخلين، درت شفت ورايا لقيت الاحساس كيخنزر فيا. ملي دخلت للدار حسيت بواحد الاحساس في شكال. جلسنا وجبنا الكتوبه. شويه قلت لها ايمان بغيت نقول لك واحد الهضره، حتى جيت نعاود ليها على داك السيد اللي قال لي ديك الهضره ودرت بالناقص. قلت لها صافي والو. شويه كنسمع الطوموبيله وقفت حدا الباب، شدني ستريس. بقات ايمان كتشوف فيه وكتضحك. تحل الباب ديال البيت اللي كنا فيه. دخلوا امها وباها، كانوا ناس ظريفين صراحه، ولكن واحد اللحظه بقيت كنشوف فيهم وجاني واحد الاحساس غريب. حتى هما بداو كيشوفوا فيا. الوجوه ديالهم شايفهم في شي بلاصه ما غريبينش عليا، ولكن ما عقلتش فين صراحه.